فاكرة الكلمة اللي بنسمعها في الكورة؟ الرومونتادا، يعني رجوع قوي، قلب النتيجة، تغيير آخر اللحظة. طب ما احنا كمان نقدر نعمل رومونتادا قبل ما السنة تخلص. حتى لو حاسة ان السنة كلها راحت من غير إنجاز، صدقيني شهر 12 يقدر يغير حاجات كتير. ابتدي من النهاردة واعملي الخطوات اللي هتخلي آخر 30 يوم أحسن من 11 شهر فاتوا. وأول خطوة، رتبي دواليبك، تخلصي من اللبس اللي مركون ومش هيرجع. إحساس التنظيم لوحده بيشحن طاقة. بعد كده روقي البيت من الحاجات الصغيرة اللي بتعمليها بعدين، ورق ودرج مكركب، شوية حاجات لازم تتشال من قدامك. وبما إن ديسمبر موسم هدوء، ادخلي كورس صغير في مهارة نفسك تتعلميها. مش لازم حاجة كبيرة، المهم خطوة تغير من طريقة تفكيرك في 2026. وبعدين اختاري مهمة واحدة كنتي بتأجليها طول السنة واعمليها دلوقتي. تحاليل، مشوار حكومي، تصليح حاجة بايظة، حطيها في أول أسبوع من الشهر وحطي نقطة جنبها لما تخلص. ولو عندك دكتور سنان نفسك تروحيله من 10 سنين، الشهر ده وقت ممتاز إنك تكسري دايرة التأجيل. واوعي تنسي صحتك، امشي 10 دقايق بس كل يوم، هتحسي بفرق في مودك ونومك وسط الزحمة. وكمان اكتبي ورقة صغيرة فيها 3 حاجات نجحتي تعمليهم السنة دي، حتى لو بسيطة. ده بيخفف جلد الذات ويفتح باب جديد. ابدي كمان تعملي ديتوكس علاقات، اعملي حدود مع الناس اللي بتستنزفك وقربي من اللي بيديكي طاقة. وخصصي يوم في الشهر لصحابك المقربين أو زيارة حد من العيلة وحشك. وفي آخر 10 أيام حضري خطة بسيطة جدا للسنة الجديدة، 3 أهداف بس مش 20، وحاجة واحدة هتوقفيها لأنها بتضيع طاقتك. وفي آخر يوم في ديسمبر اكتبي رسالة لنفسك: أنا عملت اللي أقدر عليه والسنة الجاية هتكون أقوى. خلي الرسالة دي شهادة ميلاد لسنة جديدة بنسخة أحسن منك. شهر ديسمبر مش مجرد نهاية، ده فرصة ريستارت، رومونتادا حقيقية، وانتي قادرة عليها أكتر مما تتخيلي.